يا أمينة، نحب نسألك سؤال دايما يقلقني. احنا مخيرين في حياتنا ولا كل شيء مكتوب وما عنا حتى اختيار؟ سؤالك مهم برشا يا سارة، وبرشا ناس يسألوا فيه. أما خليني نرجع لك بسؤال. أنت اليوم جيت تحكي معايا بإرادتك ولا حد فرض عليك؟ لا، أنا اللي قررت نجي ونتكلم معك. باهي، هذا دليل إنك حرة في قرارك. الإنسان عنده حرية، وعلشان هكا ربي بش يحاسبنا على أفعالنا. معقول يعاقبنا على حاجة ما اخترناهاش؟ أما ربي قال كل شيء مكتوب، معناها حتى أنا حياتي معروفة قبل من عيشها؟ صحيح، ربي يعلم كل شيء، أما راهو ما يفرضش علينا. ثم فرق كبير بين ربي يعرف وربي يجبر. كيما أستاذ يعرف تلامذته، يعرف شكون باش ينجح وشكون لا، أما ما أجبر حتى حد يقرأ ولا يكسل. يعني ربي كاتب شنو باش نختار، مش فارض علينا. بالضبط، ربي يعرف شنو باش تعمل، أما أنت اللي تختاري بيدك. خاطر هكا الحساب باش يكون على أفعالك، مش على حاجة مفروضة عليك. والله وضحت لي برشا. أنا كنت نحس إنه كل شيء قدر وما في حتى معنى باش نحاول نغير. لا يا سارة، السعي هو أصل الإيمان، وإنتي تسعى وتعمل اللي عليك وبعد ترضى باللي كتبه ربي. هكا تكوني مؤمنة صح. فهمتك توا. ربي عطاني عقل ونية وباش يحاسبني على اللي نعمل بيهم. أي نعم، وهذا هو الإيمان الصحيح. تعرفي اللي ربي عادل وإنتي مسؤولة على اختياراتك؟